ميزامي السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ نتمنى تلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم عندنا قضيه جديده، قضيه مغربيه اللي وقعت في نواحي مدينه سطات. واحد القضيه اللي كتحبس الانفاس وفيها بزاف ديال الوقائع وبزاف ديال لي ديتاي. القضيه كتبدا فاش واحد جوج ديال الرجال فايقين الصباح بكري غاديين يقضيو شغلاتهم في واحد الدوار، ولكن كيدوزو من حدا واحد المعصرة ديال الزيت كيلقاو واحد الجثة ديال واحد السيد. كيقربوا ليها كيتعرفوا عليه، هاد السيد هذا من ابناء ديال الدوار، ولكن لقاوه مضروب بزاف ديال الطعنات في الجسم ديالو ومضروب في راسو الدمايات مشرشرين. داكشي علاش اتصلوا بالدرك الملكي اللي حضر في الحين. فشكون هو هاد السيد، شكون اللي دار فيه هاد الفعله، واشنا هي ظروف وملابسات هاد القضيه، وكيفاش الدرك الملكي تمكن من حل لغز هذه القضيه. جيبوا شي حاجه تشربوها واجي نعاود لكم على التفاصيل الصادمه اللي ادت الى هذه الجريمه. القصة ديالنا كما قلت لكم قبل وقعت في نواحي مدينة سطات. واحد الصباح واحد جوج خوت فايقين الصباح بكري غاديين لواحد السوق الأسبوعي، عندهم غراضات ديالهم باغيين يتقداو باغيين يبيعو ويشريو. ولكن هما غاديين لداك السوق في واحد الطريق حدا واحد المعصرة ديال الزيت كيلقاو واحد السيد مليوح تما. هاد الجوج مشاو كيجريو عند السيد. في الاول كان كيصحاب ليهم غير سخفان او لا طاح وضرباتو شي حجره او لا شي حاجه بحال هكذا، ولكن ملي قربوا ليه كيتصدموا كيلقاو السيد مضروب بزاف ديال الطعنات ومضروب حتى في راسو والدمايات مشرشره. هنا مشاو كيجريو وعيطوا على المقدم اللي بدورو عيط على الدرك الملكي، واللي من خلال البحث الأولي مع هاد الناس هادو لقاوهم تيعرفوا السيد، لأن من السكان ديال داك الدوار وسميتو يوسف. الدرك الملكي من بعد ما وصل مكان الجريمة في البلاصة عيطوا على فرقة التشخيص القضائي وعلى تقنية مسرح الجريمة باش يجمعوا جميع الأدلة اللي تقدر تساعدهم في البحث باش يعرفوا هوية المجرم اللي دار في هاد الضحية هاد الفعلة الشنيعة، لأن لقاو الضحية مضروب بزاف ديال الطعنات في الجسم ديالو ومضروب بشي ضربة قوية في راسو. التحقيقات الأولية كتأكد باللي هاد البلاصة هادي اللي لقاو فيها الضحية هي مسرح الجريمة، وأن هاد السيد هذا تم القتل والتصفية ديالو في هاد البلاصة بالضبط. داكشي علاش تم تمشيط المنطقة اللي دايرة بمسرح الجريمة بأكملها، لعل وعسى يلقاو أداة الجريمة أو أي دليل اللي يقدر يساعدهم في التوصل للمجرم بسرعة. ولكن للأسف هاد الشي ما أدى حتى لشي نتيجة مرضية. الحاجة الوحيدة اللي ردوا ليها الفريق التقني البال في مسرح الجريمة هو أن الضحية كانت عنده جميع الأوراق الثبوتية ديالو في جيبو، كان عنده البسطام ديالو، لا كارت ناسيونال، شي فلوس كانوا في البسطام، ولكن التليفون ما لقاوش نهائيا. وهنا كيتطرح واحد السؤال، واش هاد السيد هذا تقتل من طرف هاد المجرم أو مجرمين بسبب السرقة داولو التليفون ديالو؟ ولكن ما يمكنش، البسطام ديالو فيه واحد المبلغ مالي مهم جدا، وحتى الأوراق الثبوتية لقاوها كلها في الجيب ديال الضحية. داكشي علاش الفريق التقني استنتجوا باللي هاد المجرم هذا يا اما خدا التليفون باش يضلل البحث، يا اما خداه لان فيه دليل ديال الادانه ديالو. الفريق التقني هنا من بعد ما سال الفحص ديال الجثة بشكل دقيق وتم تصوير مسرح الجريمة وأيضا المحيط ديال مسرح الجريمة وأخذ البصمات، كيصيفطوا الجثة لمستودع الأموات باش يتم التشريح ديالها من طرف فريق الطب الشرعي. ولكن الجندارم بداو البحث ديالهم في انتظار التقرير ديال الطب الشرعي وشنو غادي يقول، واول وحدين بداو معاهم البحث هما هادوك جوج اللي لقاو الضحيه. خداو من عندهم البطائق الوطنية ديالهم وبداو معاهم التحقيق، طرحوا عليهم بزاف ديال الأسئلة روتينية بحال كيفاش دزتو من هذيك الطريق ما دزتوش من طريق أخرى، إمتى دزتو منها، واش بان لكم شي حد كيدور في محيط ديال مسرح الجريمة، واش هاد السيد هذا كتعرفوه معرفة شخصية، شنو هي العلاقة ديالكم به. المهم بزاف ديال الأسئلة اللي هي روتينية، ولكن باش يتأكدوا واش هاد الناس هادو عندهم شي علاقة مع هاد الجريمة أو لا.
وهذا البحث راه كيكون عادي لان بزاف ديال القضايا اللي يحلوها لا البوليس ولا الدرك الملكي كيلقاو باللي هذاك السيد اللي كيبلغ على الجريمه او لا بعض الشهود كيكونوا هما اللي مرتكبين الجريمه او لا هما اللي مجرمين. داكشي علاش خص يدار بحث دقيق ومعمق باش يعرفوا واش هاد الناس عندهم شي علاقه مع هاد الجريمه هادي او لا. تم البحث أيضًا مع الناس ديال الدوار، لا من الأصدقاء ديالو هُما الأولين، تم البحث معاهم واحد بواحد، والعائلة ديالو، الأب ديالو والأم ديالو وخوتو كيقولوا باللي يوسف إنسان درويش وداخل سوق راسو وما عنده حتى شي أعداء، يعني ما عنده حتى شي مشكل مع شي حد في هداك الدوار، عمامو ولاد عمامو وخوالو كلهم كيقولوها فيه زوينة، حتى واحد ما عنده مشكل مع يوسف، ولكن إلا كان يوسف الله يعمرها دار ودخل سق راسو كما كيقولوا شكون اللي من مصلحته يصفيها ليه ويدير ليه هاد الفعله هادي. داكشي علاش تم البحث ايضا مع كاع الناس اللي عندهم سوابق العاديه في داك الدوار، ولكن هادشي كله ما ادى حتى لشي نتيجه ولا شي خيط باش يتبعوه الجندار باش يعرفوا شكون المجرم الحقيقي. وكدوز تقريبا 10 ايام على هاد الجريمه هادي وما كاين حتى شي جديد. ولكن واحد الصباح الفقيه اللي كيصلي بالناس في الجامع كيمشي عند الجندارم كيقول لهم اودي راه عندي واحد المعلومه ما عرفتش واش غتفيدكم ولا لا ولكن راني تفكرتها. الجندارم قالوا ليه اشنا هي هاد المعلومه؟ قال لهم اودي هذاك النهار قبل ما يتقتل يوسف يعني الليله قبل ما يتقتل يوسف داز من حدايا وانا كنت صليت بالناس العشاء وخارج من الجامع وكنسمعو كيقول شي واحد في التليفون شوف تسناني حدا المصرع انا جاي عندك. الجندارم قالوا ليه واخا وما قالش السميه ديالو؟ قال لهم لا سيدي انا هادشي اللي سمعت بوحدو كان كيهضر مع شي حد في التليفون وكيقول لي تسناني تما انا جاي عندك. هاد المعلومه الجديده اللي قال لهم الفقيه خلات البحث اتجاه اخر. الدرك الملكي خداو كاع التليفونات ديال الاصدقاء ديال الضحيه وخضعوهم للخبره باش يشوفوا واش كان شي اتصال هاتفي بيناتهم وبين الضحيه في هذيك الليله فاش تقتل. حيت كيف ما قلت لكم قبل الجندرم فاش قلبوا يوسف ما لقاوش عنده التليفون ديالو نهائيا، ولكن الخبره اللي دارت على التليفونات ديال صحاب يوسف كانت النتيجه ديالها سلبيه. داكشي اللي اضطرهم انهم يوسعوا نطاق ديال الخبره ودارت على التليفونات ديال العائله كلها لا من ولاد الخوال لا من خوالهم لا من العمام لا من ولاد العمام وايضا العائله حتى هي كلشي الاب الام الاخوه كلهم دارت لهم الخبره على التليفونات ديالهم باش يعرفوا هذيك المكالمه اللي قال لهم الفقيه باللي سمعها وسمع ان شي حد كيعطيه غونديفو حدا المعصره ديال الزيتون يعرفوا شكون هو بالضبط. وهنا من بعد ما الجندارم داروا واحد البحث طويل اخيرا كتكون نتيجه حيت من بعد ما داروا الخبره على الهواتف ديال العائله كيلقاو بلي يوسف في هذاك النهار بالضبط كما قال لهم الفقيه بالليل عيط عليه واحد من ولاد عمامو. الجندارم بعد التوصل بنتائج الخبره في البلاصه مشاو جابوا ولد عم يوسف واللي سميتو سعيد باش يعمقوا معاه البحث ويستدرجوه بالهضره باش يعرفوا شنو كاين تحت راسو وكيفاش هو كان آخر واحد اتصل بالضحية وبالضبط في نفس الوقت اللي قال لهم الفقيه. الجندارم بعد ما عمقوا البحث مع سعيد وزيروه مزيان وعطاوه الحجة والدليل باللي هو آخر واحد اللي هضر مع الضحية هنا اعترف لهم وقال لهم باللي هو اللي قتل يوسف. ولكن هنا غادي يبدا يسرد التفاصيل ديال القصه كيفاش وقعت من الاول اللي كانت صادمه بزاف وفيها شي تفاصيل اللي الشيطان براسو غادي يكون مبري منها. داكشي علاش هاد القصه الا كانوا حداكم الدراري الصغار فمن الافضل تبعدوهم لان هادشي اللي غادي نسرد لكم راه ما يتقبلوش حتى العقل. المهم ان القصه وما فيها ان يوسف ساكن مع العائله ديال باه يعني عمامو ولاد عمامو والجده هي الكبيره ديال العائله وهذوك الخوت كلهم مجوجين وعندهم ولادهم وساكنين في نفس الدار يعني كلهم عائله وحده مجموعه في دار كبيره. وهاد العائله هادي كانوا كلهم مجوجين تقريبا الا واحد فيهم داك الصغير اللي هو عم يوسف الصغير كانت عنده تقريبا شي 45 عام. هاد السيد هذا كان خدام في البني
مرة كيمشي للمدينة كيخدم، كيجلس تقريبًا 15 يوم، بعض المرات يومين، بعض المرات 3 أيام، بعض المرات كيجلس حتى شهر، شهرين على حساب الخدمة. هاد عمي يوسف كان عنده واحد صاحبو حتى هو خدام معاه في نفس الدومين، واحد النهار جالسين كيهضروا ما بينهم ما عليهم شوية، بدا هاد العم ديال يوسف الصغير كيشكي عليه، كيقول ليه أودي أنا خوتي كلهم مزوجين، كلهم ولدوا، شوف أنا شحال ولات عندي 45 عام مازال ما تزوجتش، ما عرفتش فين غنلقى شي بنت الناس. المهم بقاو كيهضروا شويه، قال لي داك السيد قال لي شوف انا راه عندي واحد البنت للزواج، الا بغيتي وقبلتي بيا، انت صاحبي وعشيري وكنعرفك، الله يعمرها دار ومتقي الله وكتخاف الله، ما كرهتكش تاخذ بنتي الا بغيتي على سنة الله ورسوله. العم ديال يوسف فرح بزاف لان داك السيد عزيز عليه، صاحبو في الخدمه وهو عشيرو، كيخرجوا مجموعين كيمشيو للخدمه مجموعين، المهم صاحبو. ولكن المشكل اللي كان هو ان بنته كانت صغيره في العمر، كانت تقريبا عندها 22 عام، وهو هاد العم ديال يوسف عنده 45 عام، كاين واحد الفرق كبير ديال العمر بيناتهم. ولكن الاب ديال هاد البنت اللي سميتها مريم قال ليها ودي ماشي مشكل، المهم هو البنت تزوج وتستر، حنا هادشي اللي عندنا اللي كنعرفو في الدوار. فعلا كيتم الزواج بين هذاك العم ديال يوسف وبين هذيك البنت اللي سميتها مريم، داها سكنها معاهم في الدار اللي ساكنين فيها مجموعين. في الاول الامور كانت عاديه، السيد كيجي مرتو راه كاينه مع العائله، كيمشي يخدم كيغبر تقريبا 15 يوم، بعض المرات يومين 3 ايام كيعاود يرجع. ولكن مع الوقت هذاك يوسف بدا كيتعجب بهذيك مريم، ولات كتعجبو، كتجيه تقريبا في نفس العمر، وبدا يحاول يتقرب ليها. واحد النهار مشى شرا ليها واحد التليفون هو يجيبو ليها، قال ليها هاكي هاد التليفون كادو من عندي، انتي راه عزيزه عليا، وبدا كيدير السباب داك التليفون كل مره كيوريها كيفاش تخدمو. هي كانت غير مسكينه بنت العروبيه، ما قارياش، ما كتعرف تستخدم التكنولوجيا ما حتى حاجه، هو كان كيعرف كيفاش يخدم التليفون. داكشي علاش بدا كل مره كيبدا يوريها لا ديري هادي لا ما ديريش هادي، بدا كيتقرب ليها حتى لواحد النهار طاحوا في المحظور وداروا علاقه محرمه بيناتهم. ولكن الكارثة الكبيرة هو ان هاد يوسف حط واحد التليفون في واحد البلاصة مخبية وصور كاع داكشي اللي وقع بيناتهم، وبدا من داك النهار كيبتزها، كيقول لها انا فين ما بغيتك غادي تجي عندي، ولا غادي ندي هاد الفيديو هذا نخرجوا للدوار يشوفوك وتشوهي انتي والعائلة ديالك. مريم مسكينة كانت خايفة على راسها وعلى عائلتها من الشوهة والفضيحة، داكشي علاش ولات تحت الرحمة ديال يوسف، ولات اي حاجة كيقولها ليها كتنفذها بالحرف. كانت كتستغل الوقت ديال الغياب ديال الزوج ديالها او كتسنى حتى يمشي، وكان كيعيط عليها وكتمشي عنده، وكل مرة فين كانوا كيتلاقاو. ولكن واحد النهار وهما كيمارسوا هذيك العلاقة المحرمة، كيجي ولد عمهم اللي هو سعيد وكيلقاهم وكيشدهم متلبسين، كيبدا يغوت عليهم وكيقول لهم واش هاد المصيبه كديروا، هادشي اللي كديروا راه حرام، انا غنقول كلشي لعمي والله ما نعقل عليكم. وبدا كيغوت، هما ناضوا تخلعوا وبداو كيقفقفوا حيت خايفين من الشوهه والعار والفضيحه بين العائله وبين الناس. يوسف بدا كيطلب في ولد عمو، قال لي عافاك لما سترنا، الله يرحم لك الوالدين، ما بقيتش غادي نعاود. بقى تيسكت فيه والاخر والو، غير كيغوت وكيقول لي لا هادشي اللي كديروا ماشي معقول، نتوما ولاد الحرام كتستغل مرات عمك. المهم بقى يوسف معاه حتى قنعوا انه يسكت وما يقول حتى شي حاجه لعمو. فعلا سعيد كيواعدو كيقول ليه ما غادي نقول ليه حتى شي حاجه، ولكن هنا غادي تكون الصدمه. سعيد دار هاد الحيحه كامله ماشي حيت خايف على الشرف ديال عمو كما كيقول وكما كيبين، لا، حتى هو قال ليه الا بغيتيني نسكت غادي تخليني ندير مع مريم داكشي اللي كدير معاها. هنا السيد صدم، بقى ساكت شويه، ولكن حيت تحت التهديد ما عنده ما يدير قال ليه صافي واخا. وهنا بدات الكارثه الكبرى. هاد الجوج هادو ديال ولاد العمام ولاو كيستغلوا الزوجه ديال العم ديالهم وكيخليوها دير داكشي اللي بغاو هما، وهاد الشيء كامل تحت الابتزاز طبعا. هاد العلاقة المحرمة غادي تستمر واحد الفترة ديال الزمن، طبعا في غفلة من الزوج اللي كان كيمشي يخدم وكيجي وكيغبر باليومين بثلاث ايام وبالسيمانات وحتى بالشهورة، كان ما جيبش لدنيا خبار نهائيا باللي مرتو راه كيتكرفسوا عليها ولاد خوتو، اللي ولا بيناتهم واحد المشكل كبير، وكل واحد فيهم كيجبد مريم لجهته.
يوسف كيقول ليه لا راه مريم كتبغيني انا عطينا اتساع، الاخر كيقول ليه لا راه ولات كتبغيني انا تفرق علينا وعطيها اتساع انت. وهذا الشيء دار لهم مشكل كبير، خلى واحد الصراع واحد المخاصمه دائمه بيناتهم، لدرجه ان يوسف واحد النهار تفرقع عليهم وقال لهم شوف يا اما غادي تعطي لمريم اتساع، هذا الشيء قالها لسعيد، ولا راه غادي نفرقع هاد الرمانه واللي ليها اللي بغى يتفضح يتفضح. وهذا الشيء اللي خلى داك النهار سعيد يعيط ليوسف ويقول ليه غادي نتلاقاو حدا المعصره ديال الزيتون باش نتفاهم انا وياك ونحلوا هذا المشكل بيناتنا. وهذه هي المكالمه بالضبط اللي سمع الفقيه داك النهار من بعد ما صلى صلاه العشاء بالناس وخرج من الجامع. سمع يوسف كيهضر مع شي حد في التليفون وكيقول ليه انا راجع عندك المعصره ديال الزيتون. يوسف فعلا كيمشي حدا المعصره ديال الزيتون كيتسنى ولد عمو تماك حتى كيجي سعيد كيغدرو كيضربو بزاف ديال الطعنات في الظهر ديالو وكيطيح على الارض كيعاود يضربو في الكرش ديالو حتى كيتاكد انه مات. من بعد هذيك الطيحه تسببت ليه في هذيك الضربه في الراس. ملي تاكد سعيد بلي يوسف مات هز هذاك الموس باش قتلوه هو يخبيه تحت حوايجو وسرق ليه التليفون ديالو وهو يهرب. وكيف ما قلت لكم في الاول ديال القصه بلي هاد المجرم هذا سرق التليفون حيت فيه دليل إدانة، وفعلا سعيد سرق التليفون ديال يوسف حيت هذاك التليفون كان عامر بالميساجات اللي بيناتهم هما بثلاثة، بين سعيد ويوسف ومريم. وحتى هادوك التصاور الخايبه اللي كانوا كيتصوروا بيناتهم وهادوك الفيديوهات كانوا حتى هما في التليفون. وإلا جاب الله الجندرم توصلوا لهداك التليفون اكيد غادي توصلوا دغيا للقاتل. داكشي علاش سعيد هز التليفون وهو يغبرو، ولكن الخبرة على الهواتف من خلالها تمكنوا الجندرم انهم يوقعوا سعيد في الفخ ويعترف ليهم بكل شيء. ومن بعد الاعترافات ديالو الجندرم جابوا مريم حتى هي اللي كانت الاعترافات ديالها صادمه. قالت لهم انا كنت الضحيه ديال الابتزاز، هذا الشيء كله من الاول ما بغيتوش، ولكن هما راه صوروني وكانوا كيبتزوني وكنت خايفه على راسي وخايفه حتى على راجلي توصل الخبر ويقتلني، وخايفه على العائله ديالي وعلى الفضيحه والعار اللي غادي يصيبهم من ورايا في الدوار. قالت ليهم مريم بلي انا اصلا ما كنتش باغا نتزوج واحد كبر مني، ولكن الاب ديالي بزز عليا قال لي راه مالو راه خدام راه كذا، واخا كبر منك راه راجل انا كنعرفو راه معقول. انا ما بغيتش ندير هذا الشيء وانا كنت معروفه بين الناس وكيشهدوا لي بالاخلاق، عمري ما درت في بالي غادي ندير هذا الشيء. هما بجوج تعداو عليا وتكرفصوا عليا وتكرفصوا ليا على شرفي وكانوا كيهددوني، وانا كنت خايفه لا يقتلني راجلي من بعد ما يعرف هذا الشيء اولا العائله ديالي يقتلوني. داكشي علاش استسلمت وكنت كندير داكشي اللي بغاو هما. كانت هذه الاعترافات ديال سعيد وديال مريم اللي ما رحموهاش هاد الذئاب البشريه اللي هما ولاد خوت راجلها، تكرفصوا عليها واستغلوا السذاجه ديالها والصغر ديال العمر ديالها وداروا فيها ما بغاو. والنهايه ديال الحرام ديما كتكون بحال هكذا، يا اما كتنتهي بشي فضيحه او لا بشي جريمه. وفي هذه القضيه ديالنا ديال اليوم انتهت بهم بجوج، بفضيحه وبجريمه قتل. تقدمات مريم هي وسعيد للمحاكمة وتحكم عليهم. مريم تحكم عليها بشهرين ديال الحبس ديال الخيانة الزوجية، وسعيد تحكم عليه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبالفساد وتحكم عليه بالمؤبد. وهنا كتنتهي الأطوار ديال هذه القضية اللي هزت الرأي العام بسبب الأحداث الصادمة اللي وقعت فيها واللي حتى الشيطان يقدر يكون متبري منها. استغلال الثقة ديال الناس اللي قراب لينا والطعن في الشرف ديالهم والغدر ديالهم في ظهورهم شي حاجة اللي ما يمكنش العقل يتقبلها ولا الدين ولا حتى اي حاجة ممكن تشفع لهاد الناس هادو في هادشي اللي داروا. بحال هاد القصص وهاد الحوادث كتخليك تفقد الثقة حتى في اقرب المقربون. وبحال الزواج ضروري خص الاستقرار اولا والاستقلال. الواحد الا بغى يتزوج خصو يستقل، وحتى اللي بغى يتزوج خصو ياخد شي بنت اللي قريبه ليه في العمر وقريبه ليه حتى في التفكير. ما يمكنش الفرق ديال 20 عام يكون فرق عادي. مريم فعلا غلطت، ولكن الغلط ما كانش ديالها بوحدها، المحيط ديالها الاب ديالها اللي تزوجها لواحد راجل كبر منها، هادوك الناس اللي كانوا كيهددوها واخا كاع تقدر تكون الحقيقه ما كانوش غادي يصدقوها بسبب التهديدات ديال دوك الفيديوهات ودوك التصاور اللي كان مصور ليها هذاك ولد عم راجلها. ولكن كيف ما كيقول المثال من الاغلاط ديال الناس ومن الاخطاء ديالهم نتعلموا حنا. داكشي علاش حطيت لكم هاد القصه باش توعاو
وتردوا البال بزاف ديال الحوايج في الحياة اليومية ديالكم وتعلموا من الأخطاء ديال الآخرين. ونتمنى إن شاء الله نكون كنت خفيفة ظريفة عليكم، وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم، خليو لي دي كومونتير زوينين بحالكم، لايكيو لي لا فيديو، واللي مازال ما تابوني تابونا عندي في لاشين. مرحبا بكم كاملين. غادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في قضية جديدة. باي باي.